حبايبي الحلوين الأمارات، احنا النهاردة هنعمل المكرونة البشاميل. بس احنا النهاردة هنعمل الصوص بتاع المكرونة البشاميل. طيب، انت لو هتعملي كيسين مكرونة، طبعا المكرونة لازم تكون اقلام. اهي المكرونة هي هوريها لكم. دي عارفة افتح الكيس. هي دي المكرونة الأقلام، شايفينها يا حبايبي؟ دي لازم ضروري بتتعمل بيها، لان لو عملت بالسباكيتي تبقى دي اسمها مكرونه نجرسكو، ودي بتتعمل بالفراخ. لكن احنا النهارده هنعمل المكرونه البشاميل، فبتتعمل بالمكرونه اسمها الاقلام، مكرونه اقلام. تمام يا حبايبي؟ طيب، عشان نعمل الصوص بتاع المكرونه البشاميل، لو انا هعمل كيسين مكرونه على قدك انت وجوزك، هتحط عليهم من 8 ل9 معالق هرميين كده. دي معلقه هرميه اهي. تمام. حتى برضو ال9 معالق دولت على ال3 اكياس، يعني كيسين مكرونه او 3 اكياس مكرونه، 9 معالق دقيق هرميين كبار كده اهو. تمام. طيب، اللبن قد ايه؟ لو كيسين مكرونه 1.5 كيلو لبن، وزودي عليهم كوبايه لبن، يعني 2 كيلو الا ربع. مش كتير، لا، عشان تبقى جوسي وحلوه معاكي. طيب، انا زودت شويه كيسين عليهم، يعني فوق الكيسين دولت عايزه اعمل 4 اكياس، يبقى انت كده هتجيبي 2.5 كيلو لبن، وعليهم كمان كوبايه زياده، يعني بقول 3 كيلو الا ربع لبن على ال4 اكياس مكرونه، او ال5 اكياس ما يزيدش عن كده. 3 كيلو الا ربع لبن. خلي بالك اللبن يكون فلاحي سمين، ما يكونش اللبن اللي بالك منه ده، علشان الصوص بتاع المكرونه يبقى له شمخه. تمام يا حبايب قلبي؟ ادي ال3 معالق، اسفه، ال9 معالق دقيق، بكون شويه ملح كده اهو معلقه ملح. بص معايا اهو. دي بس مبدئيا، لان احنا لسه هنظبط حدق البشاميل. شويه فلفل اسمر اهو بس. تمام. دي مبدئيا كده. ما تحطيش اي حاجة تانية، لان انا كنت عامله لك فيديو قبل كده عن اللحمة المعصجة، واللحمة المعصجة حاطة فيها التوابل، فما تحطيش توابل على توابل. هو الصوص بتاع المكرونة شوية ملح وشوية فلفل وشكرا. هنشوف دلوقتي نعمل ايه في الحلة. بيبي، انا هعمل دلوقتي الصوص بتاع المكرونة، شوية بس زيت صغيرين، ومن النوع النضيف ده عشان الفلفلة بس، مش عشان خاطر حاجة. طيب، النقطة اللي أنا عايزة أقولها لكم، كل معلقة دقيق قصادها معلقة سمنة. ماشي يا حبايبي؟ لو انتوا هتعملي، أنا بتكلم طبعا ال9 معالق دقيق، ال9 معالق دقيق دول علشان خاطر من كيسين مكرونة ل3 أكياس. 9 معالق دقيق من كيسين مكرونة ل3 أكياس مكرونة. حلو الكلام؟ طيب، لو انا عامله مثلا 4 اكياس او 5 اكياس، حط 13 معلقه دقيق، مفيش مشكله. انت نزود شويه علشان خاطر شمخه الصوص بتاع المكرونه. 13 14 مفيش مشكله. بس النقطه الاساسيه، كل معلقه دقيق عليها معلقه سمنه. ليه؟ لان السمنه لو طلعت قليله هتلاقي الدقيق مسك في بعضه وكلكع. تمام يا حبايب قلبي؟ طيب، انا هحط دلوقتي اهو. انا حطيت دلوقتي عشان انا عامله كام كيس مكرونه، فهزود شويه السمنه. تاني يا جماعه، كل معلقه دقيق عليها معلقه سمنه. انت عملتها هرميه دقيق، هتعملها هرميه سمنه. ماشي يا حبايبي؟ هحط السمنه وارجع له. حبايبي، السمنه خلاص سخنت اهي. اقوم حاطه الدقيق. ماشي، بالمعلقه كده بظهر المعلقه اهو، ايدي فيه كده اهو. شايفين يا جماعه اهو، ايدي فيه كده اهو. بنحمص الدقيق تحميصه خفيفه، لان
لو في ناس ما بيعملوش تحميصة الدقيق ديت وبيعملوها على الني، للأسف بيبقى طعم البشاميل مش حلو، وانا دقت عند حد قبل كده بصراحة. فخلينا دايما على قديمه، أديان آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، حمصي الدقيق تحميصة خفيفة. بص دقيقتين، مش هقولك 5 دقايق، دقيقتين. بص معايا، شايفين الدقيق عمل ازاي؟ ده ليه مش مكلكع اهو؟ لان انا حطيت المعيار بالظبط، قلت كل معلقه دقيق هرميه عليها معلقه سمنه هرميه زيها، فعد المعالق عشان ما تتلخبطيش. حلو الكلام يا حبايبي؟ اهو كده خلاص. هبتدي احط الايه، اللبن. وطيت، انا وطيت. بص معايا، ما تحطيش اللبن مره واحده، اهو حبه بحبه وقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انا بس بحط حبه بحبه بس كده اهو، وهقوم حاطه الحله هقلبها دلوقتي. اهو اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ايدك بسرعه بسرعه بسرعه. خلي بالكوا انا لسه موطيه النار، يعني خلاص قبل ما احط اللبن انا هي دقيقه ونص او دقيقتين بالكتير في تحميص الدقيق. اما تيجي تحط اللبن على الدقيق وطي النار وحط حبه بحبه. طبعا انا لسه بقيت اللبن هحط اهوت. ماشي، ايدك دايما فيها اهو، ايدك فيها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عشان تخلي الصوص بتاعك جوسي، لو عندك مكرونه موتزاريلا حط شويه حلوين، قيمه الملو دي كده. عندك شيدر حطي، ما عنديش مكرونه موتزاريلا اسفه جبنه موتزاريلا ولا شيدر، شايفين الجبنه النستون دي المثلثات، 4 5 وحدات وقومي حطيهم اهو. وايدك بقى فيها خلاص، ويخلي النار متوسطة، لا عالية ولا واطية خالص. وايدك فيها ما تسيبيش البشاميل عشان حاجتين، ما يكلكعش زي المهلبية، وكمان ما تلسعش. معلش هتاخد منك وقت. وانا طبعا انا كنت حاطه الملح في اللبن في الدقيق. انا هدوق بطرطوفه، لان انا صايمه في رمضان، هدوق بطرطوفه بقي كده وتف. لقيتها محتاجه شويه ملح بسيطه. خلاص، انت لو في ايام فطار بقى سهله ان انت تظبطي الدنيا وتظبطي الحوار. ايدك فيها اول ما تخش في الربط هقول لكم حبايبي الحلوين، احنا بنلف اهوت، شايفين، في حركة دائرية. تمام اهو. طبعا يفضل ان احنا نستخدم المضرب السلك ده، تمام، بس للأسف المضرب السلك بتاعي ده قصير وصغير، فما ينفعش مع الكمية دي. علشان كده تعملي ظهر المعلقة، شايفين ظهر المعلقة، واقوم اعمل انزل بظهر المعلقة اهو، وفي حركة دائرية كده بالمنظر ده كده. حبايبي الحلوين، البشاميل اهو، بصوا معايا، واعتبر كده خلاص هطفي عليه. شايفين اهو. حد هيقول لي ده لسه سايب شويه، ده عايز يتربط كمان. حبايبي ما تنساش ان هو لسه هيكمل سويه جوه الفرن. عشان كده يا ريت بناتنا الحلوين اهو، شايفين اهو، شايفين السمك بتاعه كفايه قوي كده عليه. في ناس بتحب البشاميل تقيل جدا جدا، براحتهم مفيش مشكله خالص. انا قلت كل واحد عارف هو بيعمل ايه، بس انا دايما بحب اعمله اهو. هطفي عليه ونبتدي بقى نشوف نعمل ايه. 3/4 الحله، الميه سخنت وعليها الملح، حطينا المكرونه. ايدنا في المكرونه ما تسكتش عشان ما تلزقش وتفضل مفلفله معاك.
طبعا لو عايزين فيديو سلق المكرونه بالتفصيل، انا عامله فيديو قبل كده من فيديوهاتي طريقه سلق المكرونه وعمايلها، خصوصا ما تكون المكرونه حمراء. ان شاء الله اتفرجوا على الفيديو المكرونه وتعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. خلاص اهوت. طيب اطلع بقى كده اهوت وامسك المكرونه اهي، عشان سخنه شويه في ايدي، ادوس عليها. بصوا اهي، ثانيه واحده حبيبي اقربها بس ايه عشان اعرف امسكها. انت طلعيها على المعلقه كده وبردها تحت الحنفيه، بصي وتقطم معاك اهي. خلاص احنا مش عايزينها مستويه لانها تكمل سوا في البشاميل اهو. بص بقى انا هطفي عليها، بس قبل ما ارمي الميه دي بعمل ايه؟ الخطوه دي ضروريه جدا. باخد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سوق الميه بتاعت المكرونه دي كوبايه واحده، وبحطها على البشاميل عشان يكمل ايه سواه. خلاص ميه المكرونه ديت بتعمل شمخه البشاميل وتقل اكتر وطعم كمان. تمام يا حبايبي؟ هتبصوا بقى قدامكم كل حاجه اهو. هعمل ايه؟ هجيب المصفى اهيت. بصوا حبايبي قدام عينيكم انا شلت الحله. بصوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه بقى؟ اوعي تغسلي المكرونه. انا بغسل المكرونه اللي هعملها حمراء بالصلصه، لكن مكرونه البشاميل زي ما هي كده اهو تصفي ميتها بنشاها بحاجتها، لان النشا اللي موجود فيها دلوقتي بيساعد على ربطها في البشاميل. اوعي تغسلي المكرونه بتاعه البشاميل. احنا بنغسل المكرونه اللي بالصلصه، لكن مكرونه البشاميل انا ما فتحتش عليها الميه خالص قدامكم اهو. هفضل اسيبها لغايه ما تتصفى وبعد كده ارجع لكم تاني يا حبايبي. دي المكرونه اللي كانت في المصفى، حطيتها في حله، تحطيها في قصعه كبيره براحتك. اعمل ايه؟ بصوا بقى الخطوه دي كده. هجيب شويه بشاميل من هنا واحطهم على المكرونه عشان يفلفلوا لي المكرونه، وكمان بيساعدوا ان المكرونه تمسك في ايه؟ في بعضها. ماشي حبايبي اهو. انا بحاول افكها اهو شايفين؟ ما تقلقيش لما تمسك في بعضها، دي عشان بردت، وما ننساش ان احنا ما غسلناهاش. فانا بعمل ايه؟ احط بس شويه بشاميل اهو يا حبايبي، والفها كده اهو بالبشاميل. تمام اهو تمام. شوف بدأت، بصوا بدأت تفك ازاي اهي. نشوف بقى نعمل ايه. نجيب الحلوين دي الصينيه اهي، بجيب حته سمنه كده ماشي، وامسح بيها الصينيه مسحه كويس كده اهو ماشي اهي. والجدران بتاعتها مسحه حلوه. في خطوه هنعملها مش كل حد بيعملها. هنعمل ايه بعد ما عملنا المسحه ديت؟ هنبدرها الاول بشويه دقيق زي صينيه الكيكه. التبديره دي بتساعد ان هي ما تلزقش اهو. شايفين؟ اجيب الصينيه كده اهو يمين وشمال بشويه الدقيق اهو، والف كده اهو يمين وشمال اهو لغايه ما احس ان الصينيه كلها ايه؟ اتبدرت.
بص بقى الخطوة الأولانية دي واحدة كده عليا. أجهز الصينية بس الأول يا حبايبي. ادي البشاميل اهو بلفه، واخد بس ايه شوية كده اهو، احطهم هنا اهو، وهلف الصينية برضو بيهم. البشاميل ده طبقة تانية تحميل المكرونة من اللزق. بص معايا اهو، لقيت حاسة ان انا عايزة كمان بحط اهو، مفيش ادنى مشكلة خالص اهو اهو كده. انا عملت طبقة تانية عشان تحميلي البشاميل. شوف بقى نعمل المكرونة فيها ايه. هجيب شوية مكرونة ماشي اهو، وافرطهم كده اهو في الصينية. طبعا المكرونة سخنة، بس احنا يعني كأمهات بقى خدنا على الكلام ده. انتم بقى مش هتقدروا، استنوا لما تبرد او بالمعلقة الكبيرة ماشي. بفرطها اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي احط في الايه اهو، ما اسيبش القعريه باينه بتاعت الصينيه يا بنات. كلامي لبناتنا الحلوين اللي اول مره يخشوا المطبخ، بصوا بايدي بالراحه خالص بطبطب عليها علشان تفتح نفسها وتفرد نفسها. اهم حاجه القعريه ما تكونش باينه اهو. اللي باقي كده بقوم ايه اظبط كده الحروف واظبط الدنيا. حبايبي قبل ما احط اللحمه ماشي، هجيب شويه بشاميل اهو، احطهم كده اهو، اسقسقهم. كل ده بيساعد ان المكرونه ايه تمسك بعضها. تمام اهو. خلاص ابتدي احط بقى ايه اللحمه المفرومه واوزعها اهو. خلاص يا حبايبي سويت اللحمه. ابتدي احط بقى الوش الاخير اهو، اغطي الوش بالمكرونه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بذكر الله تطمئن القلوب. بإيديكي بقى كده ساوي الوش كده اهو، غطي الوش، غطي الوش يا حبايبي، ونرجع تاني لبعض. حبايبي بص بعمل بكفة ايدي بالراحة كده اهو اهو، بالراحة اهو، عشان تخش وتعشق في بعضها بالراحة كده اهو اهو. خلاص نبتدي بقى نحط ايه البشاميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يا حبايبي الفرن لازم تكوني مشغلاه قبلها بشوية كده علشان خاطر الفرن يحمى، لأن صينية المكرونة بتحب الفرن الحامي. تمام.